تعالوا بقى معايا النهارده كده هاحكي لكم قصة. القصة دي يا بنات حصلت بجد ومن حد قريب مني. قصة النهارده بقى دليل كده. لكل حد بيقول يعني هو احنا بقى في عصر المعجزات، يعني احنا ممكن يحصل معجزة. ايوه انا بقول لكم ان ممكن يحصل معجزة، وهتعرفوا النهارده كده في قصة النهارده. والله يا بنات فيها يعني عبر وفيها مواعظ كتيرة قوي لكل حد عايز يستفيد ولكل حد نفسه في حاجة ومش طايلها. الشخصية اللي معانا النهاردة يا بنات كانت دايما بتحلم إن هي تفرح وتتجوز زي كل البنات، زي أصحابها وزي قرايبها وزي الناس اللي في المنطقة اللي هي فيها. طبعا كل أصحابها اتجوزوا، كل اللي حواليها اتجوزوا، وهي ما كانش يعني كان لسه الأمر متأخر شوية. محدش جه خبط على الباب. سبحان الله. طبعا بقت تشوف أصحابها وصديقاتها كده اللي خلف بقى واللي عنده أولاد واللي راح المدرسة. ف وهي لسه ما حصلش نصيب. طبعا كانت بتروح وبتبارك وكل حاجة وبتفرح معاهم وكل حاجة، بس أول طبعا ما بتروح يا بنات كانت كده تقفل عليها الباب، وكانت تفضل تعيط بانهيار وتقول يا رب طب كل البنات بتفرح إلا أنا ليه؟ هقول لكم حاجة يا بنات. هي كانت طبعا يعني عارفين اللي هو رايحة فرح، نازلة رايحة مكان، هو كان اعتمادها الأول والأخير على اللبس وعلى المكياج وعلى، انتوا بقى فاهمين يعني أنا نازلة رايحة فرح فلازم إن أنا أكون بقى يعني زي ما انتوا عارفين اللبس بتاع البنات. فكان اعتمادها أو التخيل بقى بتاع ناس معينة أو بنات معينة، وده اللي أنا بوجهه من خلال الفيديو ده. إن كل بنت عشان خاطر إن هي مثلا تتجوز أو تفرح أو يكون لها حد يعني، فهي بقى يعني اللي بتعمل بقى أتمكيج وأظهر جمالي والشعر طبعا اللي هو باين كده كده من الطرحة، واللبس الضيق جدا أو لبس البناطيل أو زي ما انتوا عارفين. فهو ده كان اعتمادها. فسبحان الله. طبعا يعني جت كده في مرة يا بنات وحبت ان هي يعني بتتكلم معايا وكده، وطبعا كانت متضايقة وهي بتحكي وحزينة. فالمفروض لما احنا نيجي نتكلم مع حد يا بنات نتكلم بصدق، يعني لما اجي انصح حد انصحه بصدق وبحب. تنصحيه في الله، والله خد بالنصيحة كان بها، ما خدش بقى بالنصيحة هو بس انت المفروض ان انت بتعملي يعني اللي اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدرك عليه من فعل الخير. فانا حبيت ان انا اتكلم معاها بكل صراحة. فاتكلمت معاها بكل صراحة وقلت لها، يعني اول بداية كلامي معاها قلت لها انت بقى انا عايزة اعرف كده امورك في الصلاة وكده، انت بتصلي كده ومظبطة الصلاة بتاعتك ولا ايه؟ قالت لي هو انا يعني ده دلوقتي انا في ولا في، انا بحكي معاكي في حاجة وانت بتتكلمي معايا عن هل انا بصلي في وقت ولا لا؟ قلت لها بس سيبينا بقى، سيبينا من الموضوع ده وخلينا نفتح موضوع تاني كده نحاول يعني عايزة ان انا اخدها في في حوار تاني وفي كلام تاني، ومع انه هو ده يعني هو ده مقصدي لنفس ال- الموضوع اللي هي فيه. فقالت لي والله انا ممكن اصلي مرة وعشرة لا يعني، وطبعا بنام متأخر فصلاة الفجر ديت ما يعني بصوا ان هي بتنام قبل الفجر بساعة او نص ساعة، فخلاص بقى اول الفجر طبعا عدى، وعبال ما تصحى هيبقى على بعد الظهر، طبعا برضو الظهر راح على يعني الصلاة مش متظبطة خالص يا بنات. فقلت لها طب ايه رأيك تعالي نعمل كده حاجة كويسة ونعمل جدول كده جميل مع بعض كده، يعني حاولي تشغلي نفسك كده بحاجة تانية كده، وتشغلي حياتك بحاجة يعني انت في الأول هتأجري عليها وهتظبطي كده أمورك وحياتك. حاولي كده تصلي الفجر في وقته، انت بتقعدي مثلا لقبلها بساعة أو نص ساعة، لا احنا هنخليها أنا مش هنام إلا بعد الفجر، مادام انت ما بتعرفيش انت تنامي قبلها احنا مش هننام إلا بعد الفجر. وهنقوم كده يعني على الساعة مثلا قومي على الساعة 11 أو كده اصلي ركعتين يا ست ضحى، وبعد كده الظهر هيدن نصلي. عايزة بقى تنامي تريحي شوية بقى نامي، بس نقوم على العصر برضو نصلي العصر. وكان يا بنات وخدت الحمد لله، وحاولت ان هي بتجاهد نفسها وبتظبط كده صلاتها، والحمد لله رب العالمين.
بعد كده الخطوة اللي بعد كده قلت لها ايه رأيك بقى كده، يعني لو نفسك بقى ان تطلبي حاجة من ربنا، يعني حاولي كده انت كده كده صاحية قبل الفجر، ايه رأيك لو اتوضيتي قبل الفجر بدل ما نقعد كده على التليفون وعلى النت والفيديوهات والكلام ده كله؟ ايه رأيك لو انت قمت كده اتوضيتي وصلي صلي بس ركعتين واطلبي اللي انت عايزاه من ربنا. فالحمد لله كان عندها استجابة، وربنا هو اللي هداها طبعا، ربنا بيهدي من يشاء، الحمد لله رب العالمين. وقامت واتوضت وصلت الركعتين واستمرت عليها، والحمد لله. وطبعا وهي بتكلمني بتقول لي يعني انا كنت الاول مش عايشه، يعني بجد كانت حياتي كلها متلخبطه ودماغي كلها كانت هي فكر في حاجه معينه، ان انا شايفه صحابي، انا شايفه عايزه لبس، عايزه مكياج، عايزه افرح زي صحابي، عايزه كده. فهو ده يعني عايشه للدنيا، عايشه لحاجات الدنيا، مش هي دي من شهوات الدنيا، الفتن بتاعت الدنيا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده يا بنات بقى انشغلها خلاص، هو سبحان الله بقت تتصل بيا تسأل في حاجات كده معينة، تسأل في طيب أنا صليت أصلي إيه تاني. المهم وصلنا بعد كده لقيام الليل والحمد لله. بعد كده طب إيه رأيك لو نقرأ سورة البقرة؟ بقت تقرأها مثلا إيه يعني، بصراحة بقت تاخدها مثلا على أسبوع أو كده. وبعد كده بقى ايه، لا حبينا بقى، لا ايه رايك لو خليناها على 3 ايام، لما الحمد لله رب العالمين بقت تصليها في يوم واحد. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على عباده، لما ييسر الامر كده للانسان لطريق ربنا سبحانه وتعالى، ده بيكون تيسير. وده صح الفوز الحقيقي، ولا الزواج ولا المال ولا اي حاجه في الدنيا بتغني عن رضا ربنا سبحانه وتعالى. فبعد كده يا بنات بقى خلاص هو بقى انشغالها هو ازاي ترضي ربنا. ما عادش بقى يعني الكلام في الموضوع ده ما عادش كتير، ما عادش اللي هو زي الاول متشبثه بيه، لان دقت الحب اللي هو بجد، يعني دقت ايه، طاعه الله، ودقت حب الله اللي بجد، ان انا مشغوله ان انا اكون اقوم اتوضى اصلي اقرا قران، هو القرب من ربنا سبحانه وتعالى. وكانت المفاجأة يا بنات، وطبعا تعالوا بقى احكي لكم اللي حصل بعد كده. طبعا جه عليها شهر رمضان، وطبعا اتصلت بيا انا نازله النهارده هشتري بقى عبايه كده واسعه وجميله وفرحانه علشان هبقى اجي اصلي معاكم التراويح. طبعا هي ما كانتش بتصلي معانا، فانا هاجي بقى إيه هصلي معاكم التراويح وكده. واللبس طبعا اتبدل بقى فضفاض، ما عادش مكياج، ما عادش اي حاجه من دي، ما عادش بيهمها المواضيع اللي هي اللي بنقول عليها ايه الفتن الدنيويه دي. فسبحان الله كل حاجه تبرأت منها. وجه طبعا عليها رمضان ولبست بقى الايه الفضفاض زي ما قلت لكم. طبعا بنروح نصلي التراويح يا بنات، وكان شهر بقى يعني انتوا عارفين بقى شهر رمضان كله خير وكله ذكر وصلاة وكده. واحنا والحمد لله رب العالمين هنا بقى رضا ربنا على العبد. اللي حصل معاها يا بنات ان هي وهي رايحة بتصلي طبعا التراويح، فحصل النصيب ان في انسان محترم وكويس وذو مقامة عالية كده، ويعني ما شاء الله عليه، شافها وهو كمان رايح يصلي التراويح. فطبعا حصل النصيب يا بنات، وراح خد اهله وراح كلم اهلها، وربنا كمل لها طبعا فرحتها والحمد لله رب العالمين. وحصل النصيب واتجوزت الانسان ده. طبعا الانسان ده يا جماعه كان بيشتغل كان شغله في السعوديه، كان مقيم هناك، يعني كان شغله مرتبط بالمكان ده. فسبحان الله اتجوزت من هنا، وطبعا بعد الفرح على طول سافرت معاه. وبعد الجواز على طول كانت الهدية هي عمرة ان هي تعملها هناك، والحمد لله ربنا رزقها بالعمرة. فشوفوا بقى طبعا ده كان كرم من ربنا سبحانه وتعالى للإنسانة دي. وده بيدل على إن كل ما قربتي من ربنا سبحانه وتعالى وبتراضي ربنا في كل حاجة انت بتعمليها، حتى لو في لبسك، حتى لو في كلامك، في طاعاتك، في كل حاجة انت بتراضي فيها ربنا، ربنا عز وجل هيرضيكي باللي اكتر منها، باللي بتتمنيه واكتر. يعني مش اللي يمكن اللي انت بتتمنيه يكون حاجة قليلة كده بالنسبة لإيه لربنا سبحانه وتعالى، عايزك تكوني فيه، يعني عايز يديك الأكتر، بس عايزك تمشي
في الطريق الصح. طبعا هي ما فازتش بالجواز بس، هي فازت بطريق ربنا سبحانه وتعالى وبرضا ربنا عليها. يعني لو هي مثلا كانت ما يعني ربنا يا رب يدي لكل واحد الصحة، بس لو احنا هنموت على المكانة اللي هي كانت فيها الأول، اللي هو اللبس الضيق، المكياج، الخروجات، عدم رضا ربنا في أي حاجة، أنا ما برضوش ربنا، ما بصليش، حياتي كلها متلخبطة. ولا لما الإنسان يموت على طاعات ربنا سبحانه وتعالى وعلى القرب منه. القرب من ربنا سبحانه وتعالى بيصنع المعجزات، بيخليك تعيشي في سعادة حقيقية، كل حاجة في الدنيا بتجيلك يعني لغاية عندك، كل حاجة انت بتتمنيها او ما تخطرش على بالك بتيجي لغاية عندك، مادام انت بتراضي ربنا سبحانه وتعالى. انا مقصدي وقلبي مش عايز غير ربنا عز وجل. فده القصة كانت بتاعتنا، وانا حبيت اقولها لكم علشان البنات وعلشان كل حد، مش البنات بس، عشان كل حد نفسه ان في اي حاجة يتمناها في الدنيا. هي اي حاجة انت نفسك فيها او نفسك فيها مش هتجيلك غير بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى. خلي طريقك وهدفك هو رضا ربنا، هتلاقي الجبر كله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجبر الخواطر، هتلاقي الجبر كله جايلك من ربنا عز وجل. اتمنى لو الفيديو يكون كده عجبكم ولمس قلوبكم، واشوفكم في فيديو جديد، وشاركوا كده الفيديو، ما تنسوش اللايك وتعليق كده حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.